تاني اهم 5 حاجات لازم تعرفهم لو جاي دبي. اول 5 حاجات هتلاقيهم في الفيديو اللي فات. 1، الاكل هنا نضيف جدا جدا وفيري هاي كواليتي، حتى اكل الشارع كويس وفي اماكن كتيره مش غاليه. 2، لو انت معكش غير كاش هتتعب شويه هنا. ليه؟ لان في ورقه ب 500 درهم وورقه ب 1000 درهم، ومعظم الناس هنا بتمشي بكاردز، فانت عشان تلاقي فكه مثلا او تحذف في محل او في تاكسي هتلاقي فيه صعوبه شويه. ايه الحل؟ انك تخلي واحد صاحبك مع اقامه يطلع لك كارت انصاري تدفع بيه، وممكن كمان تدفع بيه اونلاين. 3، التكاسي وكريم هنا غاليين شويه، فانت الافضل انك تأجر عربيه او تركب مواصلات. 4، لازم تتكلم انجليش حتى على خفيف. ليه؟ لان هنا في كل جنسيات العالم، فانت عشان تعرف مثلا تروح حته او تسال على حاجه او كده لازم تتكلم انجليش على خفيف. 5، متطلبات البيت ممكن تشتريها يا اما من فيفو او لولو او كارفور. دول سعرهم مش غالي ودايما بيعملوا اوفرز. لو عايز حاجه احسن شويه يبقى في جرانديوز. لو انت عندك اسئله عن دبي والعيشه فيها اسالها لي في الكومنتس. لو ما عندكش وانت عشت في دبي قبل كده وعندك تريكات اكتبها لي في الكومنتس برضه. يلا مع السلامه.